السلام عليكم. هنعمل النهارده الباتون ساليه. معانا المقادير بالجرام، وهسيب لكم المقادير بالكوبايه في صندوق الوصف. 800 جرام دقيق، 260 زبده، 40 جرام زيت، 15 جرام كمون حصى هتحمصيه في طاسه فاضيه، وهنا 5 جرام ملح، 40 سكر، 10 خميره، 4 بيضات، كوبايه ميه، ومعلقتين صغيرين خل. هحط الدقيق في العجان والخميره الجافه والسكر والكمون، انا منقيه ومحمصاه، والملح، هقلب المواد الجافه مع بعض عشان تختلط كويس. هنا ما بنحطش بيكنج باودر عشان ما ينفشليش العجينه، احنا عايزينها عجينه كويس. نحط الزبده، هنا الزبده ضروريه يا جماعه عشان تدي طعم جميل قوي ودايب كده للباتون ساليه. نحط الزيت اختياري، لو عايزه تشيليه وتحطي زبده ماشي. البيض لازم ينضرب بالشوكه كده قبل ما تحطيه في العجينه، ولازم تحطيه مع السائل، ما تحطوش لوحده، يعني هنحطه وبعدين نحط معاه الميه وبعدين نبدأ العجن. هنا حطينا كل المواد كلها وعجننا مرة واحدة. هنا 4 بيضات. البيض والزبدة هيدوني لون اصفر جميل للعجينة. هنحط الخل والمية، هنحط كوباية الا ربع، مش هنحتاجها كلها على حسب نوع الدقيق طبعا. هنشغل العجانة. انا حطيت بشر برتقان هنا عشان ريحة البيض، اللي عايز يستغنى عنه مفيش مشكلة، احنا حاطين خل. هنستخدم هنا المضرب الخطاف. هنبدأ نشغل. بسم الله الرحمن الرحيم على سرعة عالية بس لغاية ما المواد تختلط، وبعد كده نهدي السرعة. هنشغلها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. هنا هختبر العجينة اشوفها بقت كويسة ولا لأ. هلاقيها لسه بتعجن، لسه ربع ساعة. هشوف العجينة، شوفوا لونها ما شاء الله جميل قوي. هبدأ اخد قطعة في ايدي كده واشوفها بقت معجونة كويس ولا لأ. هي بقت تمط شوية بس لسه بتقطع مني، عايزة اعجن ل5 دقايق كمان. هشغل بس 3 دقايق ولا حاجة واشوفها تاني. كده بقت جاهزة ما شاء الله، بتمط معايا وعجينة ناعمة جدا. كده خلاص. هبدأ انزل العجينة واطلعها من العجان عندي، احطها على الترابيزة. هدهن شوية زيت كده مكان ما هفرد العجينة عليها. هفردها قدامي مستطيل كده واسيبها تخمر 10 دقايق عشان ابدأ التشكيل. العجينة ما شاء الله طرية وجميلة قوي، تريحك في الشغل.
تابع بس النصايح اللي انا بقولها. اجيب كيس تلاجة كده وافرده واغطي بيه العجينة عشان ما تنشفش. هجيب صاج مش مدهون اي حاجة لان العجينة اصلا فيها زبدة وزيت، واي حاجة اقطع بيها كده. معايا سكرابر، هناخد جزء من العجينة، جزء صغير عشان احنا عايزينه رفيع قوي، وابدأ افرده. هشوف مقاس الصاج لسه، هقعد اشيل حتة كده وافرد تاني. رفعي على قد ما تقدري لغاية ما تلاقي مقاس الصاج مظبوط. برفع تاني. هي الحكاية عايزة صبر كده ووقت. خلاص كده بقى قد الصاج. هترصيه بقى جنب بعضه، يعني بينهم مسافة نص سنتي بالشكل ده. نعمل تاني. افردي رفيع قوي وقيسي الصاج، وتقطعي بايدك او باي حاجة الجزء الزيادة. بس كده هنكمل بقى الصاج زي ما احنا شايفين وبقية العجينة كلها. بقى جميل ازاي ما شاء الله. هنقطع بقى من النص بأي حاجة كده، قطعة البيتزا او بالسكرابر او سكينة. اقطعي كده من النص جامد عشان يتقسم لي اتنين. ويبقى الاحجام متساوية بالطريقة دي، بتبقى احلى في الشكل. طبعا هتكوني مشغلة الفرن قبلها بربع ساعة على 150 160، بس 150 حلو عشان يستوي. واظبط كده الشكل. نكمل العجينة. عملت صاجين كده ولسه في عجينة كمان. هبدأ بقى ادخل الفرن وانا بقى اشكل الباقي. هرش الملح عليه الاول، بيدي طعم حلو قوي، لان احنا ما كترناش ملح في العجينة فبنرش. لو مش عايزة ترشي بتحطي كمية ملح زيادة في العجينة. هندخله بس 25 دقيقة في الفرن. شوفوا شفتوا جميل ازاي من جوه ما شاء الله. التسوية بتاعته مظبوطة جدا عشان بنحرك الصاج كل 10 دقايق. شفتوا ما شاء الله جماله حلو قوي. مقرمش جامد. ممكن تحفظوه في علبة مغلقة في كيس.